اليوم البشرية تتوق، بشرية القرن العشرين زي ما قلنا أصبحت تتوق لأن تنظم علائقها كلها على أساس وحدة، لأنه الكوكب بفضل الله ثم بفضل المواصلات السريعة قد أصبح وحدة جغرافية. المكان ألغي أو كاد، وباستمرار الحركة في سرعة المواصلات ماشية لتلغي المكان وتلغي الزمان، والناس أصبحوا جيران. نحن مثلا في زمن لعله حتى في أوائل القرن العشرين الناس ما كانوا بيهتموا بما يبعد عن حدود ولا يعرفوا عنه شيء. نحن في الوقت الحاضر كلنا نتعاطف مع فيتنام، والناس فرحوا فعلا لما وصلوا المتخاصمين المتحاربين في فيتنام إلى معادلة أمكن بها أن يكون في سلام وإيقاف للقتال. الناس فرحوا، الأمر ده ما كان زمان فيه ولا في مقدرة وتخيل وإنسانية وتعاطف مع الناس. لعله تعاطفك يكون محدود بأهلك إن يتعداهم يمكن لقبيلتك. الصورة دي اللي بها البشرية كلها بتتوق إلى نظام واحد ليهيمن على الكوكب الواحد، بشرية واحدة بتسكن في مكان موحد، عايزة أخلاقيات وقوانين تعيش بها في وحدة زي ما هي حالتنا الجغرافية وحالتنا البشرية. أصبحت قوانيننا نحن المسلمين في مستوى ما حل مشكلة القرن السابع غير كافية. نحن عندنا أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان. الإسلام هو القبلة التي تحتاج البشرية اليوم كلها، والموعود هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. هذا الموعود لا يزال أمامنا. الدين الإسلامي صلاحه لكل زمان ومكان مش معناه أن صورته واحدة، صورة تشريعه مش واحدة، ولا يمكن لإنسان عاقل أن يفتكر أنه كمال الشريعة أن تظل صورة واحدة. حتى التشريع المدني، نحن هسه كنا في عهد الاستعمار وخرجنا من عهد الاستعمار إلى العهد الوطني، وباستمرار في محاولات نجحت أو لم تنجح في أن نغير قوانيننا، لأنه القوانين وسيلة المجتمع ليعيش. المجتمع لم يخلق للقوانين وإنما خلقت القوانين للمجتمع. فباستمرار البشرية تحتاج لأن تنطلق وتتطور، والفكرة الباقية هي الفكرة القادرة على أن تواكب طاقات البشرية الحيوية المنطلقة، مش الفكرة اللي بتظل جامدة على صورة واحدة. فكثير من الناس يفتكر أنه كمال الإسلام في أنه صورة واحدة.